بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. بإذن المولى عز وجل سأعطيكم وصفة نافعة لكل أخت أو أم في الله تعسرت عليها الولادة. لكل أخت تعسرت عليها الولادة أو صعبت عليها الولادة، لكل من هي مقبلة وقالوا لها ستلدين بعملية قيصرية. بإذن المولى عز وجل عندنا الدواء بفضل الله عز وجل، وهذا مصدره إلى العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهو مجرب كذا من مرة ونافع بإذن المولى عز وجل. أولا تأخذ ورقة بيضاء هكذا بيضاء، وتكتب عليها بالمداد الطاهر، وأنا أفضل الزعفران، أنا شخصيا أفضل الزعفران. تكتب على الورقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. تكتب هذه هنا في هذه الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. تكتبها في هذه الورقة بيضاء طاهرة، تكون طاهرة ويكون المداد طاهر. وأنا شخصيا أفضل الزعفران، كاين غير الزعفران، ولكن أنا أفضل الكتابة تكون بالزعفران، الزعفران الحر. الورقة هذه توضع في ماء طاهر، ثم ترفع الورقة، ترفع بيضاء كما هي الآن هكذا. والقرآن اللي كان مكتوب هنا في الزعفران يكون في الماء، فتشرب منه، فتشربه الحامل، تشرب المرأة الحامل اللي تعثرت عليها الولادة، أو من ستلد أول مرة قالوا لها عملية قيصرية إلى غير ذلك، فتشرب هذا المداد، تشرب هذا الزعفران، وستسهل الولادة، وطريقة مجربة مئات المرات بإذن الله. الذي مثلا لم تجد زعفران ولم تجد القلم اللي يكتب عليه به الزعفران، فأعطيك طريقة أخرى بإذن الله. بالماء، قارورة ماء، تقرأ فيها هذه الآيات مع النفث: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. تقرأ فيها مع النفث، هي بنفسها، هي تقرأ فيها. إذا ما تعرفش تقرأ قرآن أو كذا، أو مثلا كاين ناس أميين، الله غالب، يقرأ زوجها أو أبوها أو عادي ابنها أو أي كان مكان، أخوها، جارها، إمام المسجد عادي، يقرأ عليها هذه الآيات. سورة الانشقاق. واشربي منها إذا كان في الماء، اشربي منها كل يوم. إذا كان قريتيه ماشي كما هذا، إذا كان هكا ديريها من حين إلى حين، ما تكتريش بزاف على الزعفران وكذا، ولكن بالماء ديري كل يوم اقراي هذه سورة الانشقاق واشربيها. وتحبي حتى تغتسلي بها، ديريها مع الماء واغتسلي بها الجسم تاعك وقرايها. ولا مثلا تقدري ديريها مثلا مع الزيت ايضا، وتدهني بها وتشربي الزيت، تخلطيه مع الاكل. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، واذنت لربها وحقت. بإذن الله نافعة
بإذن المولى عز وجل، ومجربة. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله خير الجزاء.